كارثة الدهون العنيدة اللي بتبقى في مناطق عن مناطق تانية وما بتخسش إلا بطلوع الروح. تعالى في الفيديو ده أقول لك الحل السحري ليه. الدهون العنيدة موجودة في جسمنا وصعب ان احنا ننزلها، هتلاقيها دايما موجودة في حتت معينة تختلف من شخص لشخص على حسب الجينات. رقم واحد، اوعى تفتكر ان انت لما تتمرن تمرين معين لمنطقة الدهون العنيدة ده هيخسسها، ولكن الامر كله مرتبط بالعجز في السعرات. رقم 2، لازم تبقى عارف ان المنطقة دي ممكن تبقى اخر منطقة في توزيع جيناتك في ان هي تخس، فهتفضل تخس من وشك ومن باقي جسمك لحد ما في الاخر خالص المنطقة دي ممكن كمان بعد ما تفقد الدهون اللي فيها تبقى حابسة مية جوه السيل او جوه الخلية مكان الدهون لفترة بظاهرة اسمها الووش افكت، لحد اما في مرة واحدة هتلاقيك فقدت المية دي، تلاقي نفسك ان انت فقدت الدهون العنيدة اللي في المنطقة اللي مضايقاك. ولكن ده محتاج استمرارية في عجز مظبوط في السعرات الحرارية، وان انت تحافظ على تمرينك بشكل منتظم، علشان كمان لما تفقد الدهون دي يبقى الجلد بتاعك مشدود بعضلات تانية نمت خلال فترة التمرين وعجز السعرات بتاعك. ولو عايزنا ان احنا نساعدك في ان انت تفقد دهونك العنيدة ونبقى معاك في رحلتك خطوة بخطوة، ابعت لنا على رقم الواتساب اللي ظهر قصادك على الشاشة او اشترك من خلال موقعنا، ويلا نعمل حلقة قوية مع بعض.